قاتل مجهول نفذ أكتر من 47 جريمة قتل، وكان طول الوقت بيلعب لعبة ذهنية مع الشرطة والصحافة. كان في ولد وبنت اسمهم ديفيد وبيتي كانوا خارجين مع بعض، ولكن فجأة وهم قاعدين سوا لقوا عربية مجهولة وقفت قدامهم، ونزل منها شخص ملامحه مش واضحة قوي، وطلع المسدس بتاعه بدون أي إنذار وضرب نار على ديفيد. وقتها بيتي حاولت تهرب لكن جري وراها وضربها وماتوا هما الاتنين. ووقتها الجريمة دي هزت المنطقة، خصوصا إن هي متعارف عليها إن هي منطقة هادية، ولكن الناس ما كانتش تعرف إن دي مجرد البداية. وبعدها بسنة بالظبط أهل المنطقة دي سمعوا عن حادثة تانية قريبة من الحادثة الأولى. زودياك وقف اتنين وطلب منهم إن هو يركب معاهم في عربيته علشان عربيته عطلت، ولما هم وافقوا ومشيوا شوية بالعربية هو وقف العربية وطلع مسدسه وضربهم هما الاتنين. ولكن في شخص منهم نجي، وطبعا معرفش إن هو يبلغ الشرطة بتفاصيل زودياك لأن هو كان طول الوقت بيخفي ملامحه. وبعد الجريمتين دول بأسابيع في جريدة محلية في كاليفورنيا استلمت خطاب غريب، وكان مكتوب على الخطاب ده إن المرسل اسمه زودياك. والخطاب ده كان مكتوب فيه اعترافات بالجريمتين اللي اتعملوا، وكان مليان تفاصيل دقيقة جدا تقول إن فعلا القاتل هو اللي كاتب الكلام ده، سواء نوع السلاح المستخدم أو حتى الطريقة اللي هو قتل بيها. بس الغريب إن زودياك وهو بيكتب الحاجات دي كان متفاخر جدا بنفسه، وكان بيهددهم إن هما لو ما نزلوش الخطابات دي عندهم في الجريدة هو هيستمر في قتل الناس. ودي كانت بداية اللعبة الذهنية بين القاتل والشرطة. وفي سبتمبر سنة 1969 سمعنا عن جريمة تانية من زودياك. ولد وبنت سيسيل وبراين كانوا قاعدين مع بعض في العربية برضو، وطلع عليهم نفس الشخص المجهول وقتلهم. ولكن سيسيل ساعتها عاشت، ولما بلغت الشرطة بمواصفات الشخص اللي طلع عليهم قالت لهم إن كان في رمز معين في الهدوم اللي هو لابسها. ولما الشرطة اتحققت من الرمز اللي هي قالت لهم عليه اكتشفوا إن هو نفس الرمز اللي بيسيبه لهم دايما على الرسائل اللي بيبعتها للجرايد. والغريب ان هو عمره ما خاف او بطل اللي هو بيعمله، بالعكس ده في جريمة عملها لسواق تاكسي، قص حتة من القميص بتاعته وبعتها لهم في الخطاب وقال لهم دي هدية مني ليكم. وبعدها بيومين يتصل ببرنامج على الهوا ويقول للمذيع ان هو عنده مرض وبيحس ان هو احسن كل ما يقتل ناس اكتر. وساعتها الشرطة المحلية والمخابرات الفيدرالية والسي اي اي اجتمعوا مع بعض علشان يحاولوا يحلوا لغز زودياك. ومن بعدها زودياك اختفى لمدة 4 سنين، وبطل يبعت اي حاجة للصحف وللشرطة، وبطل ان هو يقتل الناس. والناس فكرت ان كده لغز زودياك انتهى. وفجأة بعد ال4 سنين زودياك يظهر تاني ويبعت رسالة للصحافة يقول لهم ان هو قتل 37 شخص. وسنة 2007 اتعمل فيلم اسمه زودياك، والمخرج بتاع الفيلم ده كان من الناس اللي ساكنة في سان فرانسيسكو، وكان عايش الرعب وهو صغير من السفاح زودياك. وبرغم المجهود الكبير اللي بذلته الشرطة والمحققين، إلا إنهم لحد النهاردة مش قادرين يعرفوا هوية زودياك الحقيقية. بس الحقيقة إن هو مجرد اسم واحد بس في عالم كبير جدا مليان أسامي وجرائم كتير.